يلا ايه، يلا 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 اوعى. يلا تعالى نطلع الجولة بتاعتنا، هوريكم حاجات هتتبسطوا بها جدا. اه والله تخيلي، صدقيني هيتبسطوا قوي. يلا. دي طبعا لسه بتتحضر للزراعة دي بقى، اهي لسه ساقينها النهارده. شكلها مزرعة برسيم دي. ماما هناك يعني دي كده بعد شوية هتبقى كده، تبقى زي البرسيم ده اهو. شايفين ده بقى ده شجر برتقال. احنا بقى ارضنا هناك اهي اهو. فين امي فين اهي، ماي مازر جايلك عسل. ترن علي. لا انا جاي اهو. دي بقى الترعه بتاع الري بتاعتنا اهي بقى، شايف. الحياه هنا طبعا انضف بكتير، هتشم هوا طبيعي جدا، هوا نقي، بغض النظر بقى عن التراب اللي بتشوفوه دوت والحاجات اللي بتحصل، بس دي طبعا عشان مش دايما بيحصل كده. لكن احنا ماشيين اهوت، ولا في ترابه في الناحيه هنا ولا في اي حاجه، الدنيا جميله والشمس طالعه وكل حاجه رايقه اهو. واحد بقى دي طبعا بس ماد العضو اللي الناس مش عارفاه اهو. دي مخلفات بهايم كلها هي، عشان طبعا لسه حاطين الارض، هينزلوا فيها السماد دوت عشان تدي ايه خصوبه للتربه. وده بقى برسيم لسه مزروع، شايفين الارض بتبقى عامله ازاي، دي كلها برسيم اهي. عندنا طبعا جناين بقى على الناحيه التانيه اهي، الاشجار اللي هناك دي كلها دي جناين برتقال. كده داخلين على الارض اهو، النص هناك اهوت مع تيتا عمو اهو. بيبي بيبي قلبي، البس يلا الكاب. يلا انا جبت الكاب بتاعي، يلا عمور انا جبت الكاب بتاعي. وصلنا ارضنا كده. هو مش عبد اهو. ايوه يا باشا، هنسقي بقى ونروق. الله ينور الله ينور. ايوه يا اماه. ايوه عسل، منوره الدنيا هنا. ده نورك يا حبيبي، الله يسلمك. تعالوا بقى موريكم بقى، ده طبعا قصب. اول حاجه نبدا بقى كده اهو، بس طبعا بقى احنا خلصناه ما بقاش في حاجه تتاكل. دي بقى شجر الجوافه. ها خص كبر لسه. دي شجر الجوافه. اه ده الجرجير اهو. مين اللي بضرب في الخط كده؟ اوعى الميه هتيجي اهي، نلحق بقى نصور لكم قبل ما ايه الارض تغرق ميه. ده جرجير لسه صغير، لسه زارعينه اهو. شايفين بقى الزراعه في الارض غير ازاي. هنا بقى طبعا ده الكبيره، ده بقى الجرجير كبر اهو، ده كبير. شجره برقوق ما شاء الله. وفي شجره هنا شجره دي خوخ، شجره خوخ وشجره برقوق. وفي هنا زيتون، شجره زيتون، ده شجرتين زيتون اهوت. وديت اسمها ايه، رمان. دي شجره رمان. وده فلفل بقى، ده الفلفل الحامش، شطه اهي على الشجره، شايفين. ودي تقريبا شجره برتقال تقريبا لسه. ودي شجره جوافه تانية اهي. شايفين بقى هنا الجرجير، الموضوع هنا مختلف خالص، الزراعه هنا غير في الاثار. اوعى بقيه الخضروات اهي. تعالي الفلكو بقى اوريكم الخس بقى والكرومب والكابوتشا اهو، لسه عاملينهم باليوريا اهو.
شايفين بقى اهوت، ده الخس اهو لسه عاملينه بسماد اليوريا، ده سماد برضو اهو بيتحط في الخطوط كده قبل ما نسقي. دي بقى الكزبره اهي، شايفين هنا كبرت اهي، ننزل تحت عشان خاطر ايه هندهور كده. وادي الشبت، شايفين الشبت. الخضره تبقى موجوده في الارض كده او في البيت حاجه جميله جميله. احنا بنحب زراعه الخضروات في الارض ليه؟ احنا بنحب ناكل اكل صحي زي ما انتم شايفين كده. الكرنب اهوت اهو، ده طبعا لسه هيكبر. ده الكرنب اهو لسه اصلا لسه ما عملش اصلا اي حاجه، بكره يكبر يبقى جنبه البقدونس، جنبه الكزبره، جنبه الشبت. نعمل بقى احلى شويه محشي. ولسه بقى احنا في يعني الشمس شمس شتويه، لسه اصلا ما دخلناش في الشتاء قوي. انما بقى لما الجو يبدا يخش بقى يبقى بروده اكتر، هنلاقي المحشي بقى ايه. طبعا انتوا عارفين المصريين المحشي ده حاجه مقدسه عندنا بصراحه بجميع انواعه. بس الكرنب هو احلى حاجه انا بحبها بصراحه اهو. شايفين بقى الميه جت اهيت، خش على السماد بقى على الارض على طول اهو. اهي الميه جايه اهو، شايفين اهو. السماد بنبقى حاطينه بعيد عن الخضار عشان ايه؟ السماد بيبقى قوي فما يحرقوش، ما يحرقش الخضار اهي. شفتوا بقى الميه اهي بالري بقى. دي طبعا بقى لسه محضرينها، دي حته هي محضرينها لسه هنزرعها بقى ايه خضروات تانية للبيت. ما شاء الله تبقى الخضره كده عندك، كل حاجه عندك، ده احلى حاجه. دي المزرعه المتواضعه بتاعتنا اهو. في بقى البرسيم، برسيم بقى ده اللي بياكلوا بقى الطيور والمعيز والبهايم كلها. الميه داخله بقى اهوت زي ما انتوا شايفين. هنا الري مختلف بقى، شغل هنا رايق اهو ما شاء الله. هذا الخضروات كلها هيت، هذا الاشجار. الزيتون عالي قوي ما شاء الله. اوريكم العنبه بقى، الميه اوعى النوسه. ماشي تعالى بقى يلا. هذا الكرنبة بقى دي ميه تحت الارض على طول. ما طلعناش من هنا وانت جاوب. يلا الكرنبة بقى اهي، يغسل ايده. ما هي منتنة. ده الموتور بقى اللي بالميه اهو. الميه بتبقى هنا بالترعه، بتبقى جايه من الترعه الكبيره ديت على هنا اهو. دي بقى عنبه، العنبه اهيت. طبعا بقى عشان موسم العنب خلص فالشجره خلاص نشفت اهي. شايفوا اساسها فين؟ تمشي بقى كده اهي 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 بتظلل على المكان. جاية اهي. هوب اوعى اوعى اوعى.
يلا ايه، يلا يلا يلا، اوعى 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 يابا. واو واو يا مي. ايوه اه اه اه. ودي وديله. دي بقى بنحضرها عشان هنزرعها بصل، بس لسه البصل هيزرع الشهر الجاي. بس بنعملها كده بنسقيها عشان لو في اي حشايش اي نجيلة اي حاجة عايزة تطلع رجلة تطلع على طول. اعمل ايه عشانك يا عطيه؟ اهو شايفين بقى بعد ما كلها كده اتروت بالمية اهو، شايفين ما شاء الله كده خلاص اتروت كلها بالمية اهو. اهو نروي بقى دي اللي هيخش لها المية اهي، مبدورة يوريا اهو، الابيض ده كله يوريا، كل ده بقى هيتظبط اهو. شايفين طبعا بيبقى محطوط بقى هنا ايه ماسورة تحت هنا كده عشان ايه تدخل المية من تحت عشان نقدر نحافظ على حاجة نمشي عليها اهو. الزراعة طبعا حاجة جميلة جدا جدا، والحياة في الريف طبعا يعني ناس كتير تتمنى انها تعيش هنا. عشان كل الناس اللي بتفضل تتكلم بقى وتقعد تقول لك ده فلاحين وفلاحين وفلاحين وفلاحين، على فكرة انت متعرفوش تعيشوا عيشة الفلاحين. كل واحد هنا عنده الأراضي، عنده عربيات، عنده بيوت بدل الواحد اتنين وتلاتة والحياة هنا أعلى بكتير من أي مكان تاني، مش هتعرفوا تعيشوا هنا. فياريت ما تتكلموش عن الفلاحين تاني ولا تجيبوا سيرتهم. اه عمورة بيفتح اهو عشان الجرجير اللي هنا يلتقي اهو اهو. بص اوعى واو. لا 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 اطلع وانت نازل حمام السباحه. تعالى هنا تعالى هنا عشان خاطر المية هتدهول الانانيسو. اه اطلع. حمام سباحة واو هو كده خليك ما شاء الله. نعمل فكره كده. ايه اقلب دي اهو خلاص. ايه دي دي كده هتدهول الدنيا يا جدع، هتدهول الدنيا هنا وهترجع هنا تاني. نزل بص كده. تعالى يا ونيس وسع الميه جايه عليك. اصل دي نجيله مش هتهدر. حمام سباحة ماشي. ارجع لورا بقى كده يابا. عمي ارجع لورا. ارجع لورا يابا. ده بقى طائر بنسميه ابو قردان. ده بقى بيخش بقى يجمع بقى البلهارسيا والقواقع والحشرات كلها، ينقيهم في وقت الزراعة في وقت السقية اهو. صديق الفلاح بقى الرايز ده، شايفين ما شاء الله. تحسوا كده عينة من عينة الصقور بس على غلبان شوية. بس بقى أول ما بيجي واحد كمان اهو، أول ما بيعرفوا إن في أرض بتتسقي ومية وكده يجي جري على طول اهو. شايفين نزل ازاي؟ نزل اهو. هيتخانقوا مع بعض بقى. سبحان الله. ايوه اه البلح في ورا هناك كمان ما شاء الله. ما شاء الله.
تعالوا بقى نسقي النعناع. شايفين بقى النعناع بتاعنا؟ نسقي النعناع عشان الأرض من هنا عالية، طبعا مش هيطلع لها المية دي، هنديها النعناع بقى من هنا. كل حاجة ولا حلها. وبكده سقينا النعناع. بلكونتي زرعتي. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهارده. يلا بقى ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك في القناة عشان خاطر تشوفوا حاجات انتوا لسه ما شفتهاش. واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاع النهارده، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.